يدكم في الشيخ والشيخ في يدكم. هز يدكم في الكلافي. كريمينال قبل ما يرجع اهز على جدك انت والكريمينال تبعك. أعوز. اليوم الأساطير غنرجعوا بالزمن إلى الوراء، وتقريبا سنعود إلى 2022. آدم شوكولاتة، اليوتيوبر الغني عن التعريف، اليوتيوبر الأسطورة، أو نقدروا نقولوا اليوتيوبر المعتزل. غنشوف واحد فيديو أسطوري ديالو واللي كيهضر فيه على البي تي اس وعلى السكينات اللي زمحاتهم فري فاير الدراري، يعني السكينات ديال الألوان، وزيد عليها رجوع الحاضنة ديال الكريمينال. هذا الفيديو غيكونوا فيه بزاف ديال الألغاز واللي ما شفناهمش شحال هذا، وهذا الشيء علاش قررت أنني ندير هذا الفيديو. اوكي خويا العزيز، انت اللي كتفرج فيا دير معك واحد لايك، بارطاج الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، ويلا بينا. كل هذه السنوات اوكي. اني اسوي مقطع اخيرا بعد كل هذه الفتره. التعليقات الكريمينال شيء اسطوري يخليك الريفولي. كنت احسب اني تعرضت للنسيان بعد كل هذه الفتره، بس ما صدقت لما قريت انا الاخوان كانوا عاد غيرجعوا الكريمينالات. باقي عاقل الدراري، باقي عاقل. نار الدراري على صدمه فاش رجعوا الكريمينالات، الهبه تاعهم مشات. انه جد في ناس قاعدين يستنوني ارجع اسوي مقطع. الفترة الطويلة هذه فاتتني احداث كثيرة ما اتوقع مونتاج عنده زوين. تصير من ورا ظهري. دايما اقول لكم نلتقي في الجنة، بس شكل الجنة بعيدة. اليوم بنلتقي في هذا المقطع، فما في سلام ما في سلام. ناضي مونتاج ناضي صاحبي. كاين امها بس 270 يوم ارجع الاقي نفسي تعرضت للقتل. آدم شوكولاتة مات، مش عارف من وين. وايلي على آدم مات. آدم شوكولاتة يا إخوان في ذمة الله عز وجل. وايلي. الله تعالى. انا الاخوان قبل ما يكونوا الماليكوسات الدراري هنايا في هذه الوقيته هذه ما كانوش الماليكوسات، وكانت واحد الحمله خرجت على ادم الشوكولاته بانه مات. قليل اللي غيعرف الدراري هذا البلان، قليل. هاي الاساطير اللي غيعرفوها الدراري. هذا اللي طلع عني اشاعه اني متت بشيل لابوه السروال. راح ابحث عن جده حتى لو اجيبه من تحت الارض. وايش صار لامي فري فاير من ورا ظهري؟ لقيت جدها انها صارت بتخزي، ولا شيء صار يفرح في امها. هذا الشيء ما توقع ولا واحد انه ممكن يصير في يوم من الايام. انا اول مره الدراري فري فاير غتدخلنا واحد ستايل جديد واللي هو ديال البي تي اس وديال الالوان، وخصوصا الدراري الصغار يعني ما غيعرفوش القيمه او الاشياء اللي غيتعرضوا لها او الاشياء اللي غادي يديوها في عقلهم كفكره سيئه على الالوان. اوكي، هنايا اول مره فري فاير غتدخلنا البي تي اس وغيدخلوا لنا الالوان. جاني في سنه 2017 وقال لي يا ادم ترى بينزل بي تي اس. بصفع امه بصفع ابوه كمان. ما كنت اصدق ان يوم من الايام ممكن يجي هذا. هادو ماشي سكينات اصاحبي، حشومه والله. الاخوان واش كاين فيكم اللي كيلعب بهذا السكين هذا بالروج، ولا كاين شي واحد يلعب بهذا السكين؟ انا بس اخذته من عند واحد عشان امشي به الفيديو هذا. الله يستر. الكوارث اللي تشوفوا في هذا الحساب ما لا امي دخل فيها. انا اول مره اشوف فيها هذا. كاين شي واحد الدراري يلعب بهذا السكين هذا في شكال صاحبي، والله حشومه كاع صاحبي تلعب به. هذا حشومه انهم يديروه لنا في فري فاير صاحبي. بي تي اس زائد سكين ملون. ماذا سأقول يا فري فاير؟ ضغط العين كنت أحس بحالي بحلم. هذا واحد لابس قدامي وردي ولا بيتخيل لي بس لو أشوفه. هنا كيزمحوا البشرية الإخوان، هنا كتبدا الزمحة. مع كل احترامات الدراري وراكم فاهمين شنو الزمحة شنو كتعني. هنا كيزمحوا البشر، خصوصا الدراري الصغار كيستهدفوهم بالالوان، والدري كيكون صغير كيكبر ويبقى عزيز عليه الالوان، عزيز عليه اللون الوردي اللون الموفي. وهاد الالوان الدراري راكم عارفين ديال البنات هادو صاحبي. ما في فرق. ما عندي هذا السكين في حسابي، فطلبت المساعده من واحد. ابغى ادخل اشوف ايش المميز في ام هذا السكين. لقيته كارثه. يا ريتني ما دخلت لام الحساب. بي تي اس دخلت جيم جزيره الصداقه عشان اشوف كيف الناس قاعدين يتعاملوا مع هذا المخنث. كنت استنى انه حد يجي يسبني لاني لابس هذا السكين. ما عارفين والو مساكين. واحد يبغى بوسه، واحد تاني قال لك يبغى يقول سر، واحد قاعد يسبح في البحر. طلعت من ام الجيم. ما يعرفوش الاخوان دابا الدراري صغار ما يعرفوش. واحد عنده واحد كيلعب فري فاير عنده مثلا 7 سنين 8 سنين حتى 13 عام غيعرف؟ ما يعرفش. ولكن واحد كبير بعقله راه ما يلبس هذا الشيء. شي واحد كبير الدراري انا مستحيل يلبس هذا الشيء هذا، واخا يبقى غير هو في الكونط. الاخوان اللي عنده هذا وكيلبسوا راه ولا ما راجل بالروج ولا الدراري راه يلوبيا ولا زامح الدراري زامح. دخلت للعالمي. العالمي هو المكان الوحيد اللي ممكن الاقي فيه الناس الطيبه زيي. بعت لهم رساله ايش رايكم في السكين تبعي، ولقيت الرد المناسب.
صح انه سب، بس ما سبني انا، سب السكين بس. سوى الشيء اللي كنت انا راح اسوي بالضبط لو لقيت واحد في العالم. هذا الفيديو كان عليا الرياكت عليه شحال هذا الدراري، ولكن ما شفتوش بالرجوله. البارح كنت كنتسارى وشفتو قلت اجي نديروا عليه رياكشن وفي نفس الوقت نهضروا على هذه السكينه صاحبي. هذه السكينه صاحبي راه ديال اللوبيات صاحبي، اللوبيات والله حتى باغيين يزومحوا البشريه بهذه الالعاب هادو. وراه ماشي غير فري فاير الاخوه، راه بزاف ديال الالعاب كيديروا هكا، كيبلوك بالالوان. دابا الا انت لعبت بهذا السكين غيولي يعجبك، خصوصا الا كنت دري صغير غتكبر عزيز عليك هذا السكين، هذا السكين الوردي او الغوزي او المهم كما كتقولوا له. دابا سينو غتكبر في الحياه حتى كتولي تلبس بحال هاد الالوان اصاحبي، يبقى يجروك يكون لابس يجروك بسبب لعبه. هذا السكين الكاري معناتها الوضع تمام. مو انا بس اللي اكره هذا السكين، حتى الرقصات لقيت امها مخروبه على الاخير. الرقصات لا ترضي الله. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، استغفر الله. اقوى من هذه الرقصه، الرقصه فظيعه. برديه الله اكبر. بالحساب اطلع بس اطلع ولا تسالني ليش. والله الاخوان منع علي هذا الحدث، والله تمنع عليا صاحبي. ذاك النهار ما صورتوش، اقسم بالله الدراري لو كان جا في وقيته، في هذا الوقيته يرجع هذا الحدث والله تنبهدل الدراري. هذه الشركه هذه اللي بغى يصرا صاحبي، الدراري صغار صاحبي، الدراري صغار والمطرطرين دراري صغار راه عندنا صاحبي، حنا راه مسلمين ماشي يهود. اطلع. لو حدا يدخل علي الغرفه يشوفني اسوي هذا الزفت خلاص رحت فيها على طول. ولا تقولوا لي انكم ما لاحظتوا انه صوت BTS صار قلنا معليش الالوان صاحبي. ندخل الحين في الموضوع المهم. أوكي. الموضوع اللي كنت استنى اتكلم عنه من بدايه هذا الفيديو، الخازوق الكبير ان صح التعبير. يسعد ام القافيه. الخازوق الكبير ان صح التعبير. دقيقه بس على ما خوتي هاد ادم والله توحشنا صاحبي، المونتاج تاعو زوين. كنت اسمع قبل سنه انه ممكن يصير في ارض الواقع. ما كنت اهتم بامه، ما كنت اتخيل انه ممكن راه على الكريمينال الاحمر. ايام بيجي فيه الكريمينال. بمر قدامي بعض الفيديوهات ايام زمان انه ممكن الكريمينال يرجع، وفي ناس كانوا مصدقين الموضوع، بس انا ما كنت منهم. ما كنت اتخيل انه جد هذا الشيء ممكن يصير، لحد ما هذا الشيء صار. وصار في الوقت اللي كنت انا غايب، الوقت اللي كنت قاعد اجمع فلوس من الفيسبوك. اعرف اغلبكم الحين قاعدين تستنوني. صراحه شحال هذا الدراري قبل ما نبان انا في فيسبوك كانوا دايرين واحد العروض زوينه مع لي ستريمرز اللي كاين في فيسبوك. كانت العاقه الدراري والله، كانت العاقه. فيسبوك كان كيعطي حتى 2 المليون شهريا الاخوان الناس اللي كيديروا منشئي محتوى في فيسبوك. جينا روطال الدراري، جينا روطال حنايا، ولكن ماشي مشكل، قدرت تكون شي حاجه مستقبلا الدراري نستافدوا بها ان شاء الله يا ربي. جلود الكريمينال. بس بصراحة أول مرة أتفق مع قرينة إنها سوت شيء كذا. بهذه المناسبة اللي فاتتني أحب أقول شيء واحد بس للناس. مستقعدين. يدكم في الشيخ والشيخ في يدكم. هز يدكم في الكلافي. كريمينال قبل ما يرجع أهز على جدك انت والكريمينال تبعك. يا اخي الله يسعد ام قرينة على هذا الشيء اللي سوى. اول مرة اشوف اغلب الناس اللي كان عندهم حساب كريمينال بلعوا جد ابو الخازوق. بصراحة ما اكذب عليكم، هذا الشيء عجبني، هذا الشيء عجبني، اكيد بيعجبني. وش احسب لجدتكم احزن؟ ايش دخل امي في الكريمينال؟ انا الحمد لله انه هذه الاشياء ما كنت اهتم فيها في حسابي. اللهم لك الحمد. ضليت 5 ايام. والله تعزيز هذا ادم عزيز الدراري ظريف. البثوث المباشرة جبتهم كلهم، ولا يحسب لحدا انه انا جبتهم عشان قيمتهم ولا شيء كذا، بالعكس جبتهم عشان استفز بهم الناس اللي كان عندهم كريمينال. صار عندي كل الكريمينال، اي كريمينال بدك اياه صار في حسابي ان شاء الله. جد السروال على الاخير. بصراحة هذه الفرشة ما تتمناها حتى للاعداء. الفرشة بس اذا تفكرها بعقل، ايش دخل امي في اعدائي؟ أوز ولا حتى هذه اللحظة اللي أنزل فيها هذا واعر لسه قاعدة تشتت في الكريمينال. شفت بس بالصدفة إنه موجود حدث تبع كريمينال لسه قاعد ينحلب. كنت أحسب إنه هذا الحدث خلاص واخا فيديو قديم، ولكن الدراري كيفكرك بشي حوايج اللي زوينين. مستحيل العيد يرجع. السكين هذا من كثرة من شالوا السروال لازم جمعية حقوق الحيوان في أسرع وقت. أنا أقول ليش ألاقي الكريمينال قدامي هذه الأيام كتير.
الاحمر بالخصوص هذا صرت الاقيه في كل مكان. هذا عيان هذا. فري فاير من زمان اتوقع 200 الف سنه ضوء. الاحمر اللي فيه ذاك الخط الرعد عيان، ذاك الاحمر العادي هو اللي زوين الدراري. هي هذه الخمسة الأيام الأخيرة اللي ألعبها كل جيم بيطلع قدامي كريمين الأحمر. تدخل كلاس سكواد كريمين الأحمر، تدخل تدريب كريمين الأحمر، تدخل المرحاض كريمين الأحمر، تدخل لفيديو آدم شكرا كريمين الأحمر، كريمين الأحمر. المسكين من كثرة ما انجلد صرت أشفق عليه، انفشخ. لا هو ولا أي واحد عنده حسابي كريمين. الشيء الحلو في الموضوع إنه موجود الدواء تبعهم حتى لو يتكاثروا. الدواء موجود في الخدمة بكل الألوان والأشكال. ما كنت أعرف الوقت اللي راح أحتاج فيه بصراحة هذا الدواء اللي كنت أجمع فيه من زمان. الشيء اللي أقول لكم هو إني ما ندمت على تجميع البربر أبدا. كنت عارف راح أحتاجه في يوم من الأيام، بس أبو طلقتين هذا هو الدواء اللي ينفع لجدهم. بس ما أعرف بصراحة إيش أقول لكم الحين من غير ألتقيكم في الجنة. كان هنا ثم اختفى. أنا كان عليه ختمة بهذيك أهوز. دراري تحياتي، طلعوا الدراري بسلامة.